I want to go home. تعرف إنه تمثال جبس ملوش أي قيمة؟ دي المعلومة اللي محدش عارف يقولها بوضوح لحد النهاردة. فيه إجراء اسمه مبدأ القسم بيجبر البلد تقسم كل نتائج أي كشف أثري مع الأجانب اللي قاموا بالحفر، إنجليز عاد، فرنساويين، طلاينة. واللي حصل دلوقتي إنه ظهر لنا كشف مهم. سنة 1912 عالم الآثار الألماني بورشاردت كان بينقب في تل العمارنة اللي في المنيا، وهناك اكتشف التمثال اللي فيه ناس مستعدة تضحي بحياتها عشان يحتفظوا بيه. لما جه يعرض القطعة اللي لقوها على مسؤول مصلحة الآثار المصرية، صور تمثال نفرتيتي صور أبيض وأسود باهتة تبينه كأنه تمثال جبس عادي ملوش قيمة. كانوا في التصوير متعمدين إن الضوء يكون ضعيف والزاوية مظبوطة بحيث إنهم يخفوا جماله. فلما المسؤول المصري شاف الصور وافق إنه يروح لألمانيا. بعد وصول التمثال لألمانيا تم الإعلان عنه للصحافة سنة 1923، ومن يومها نفرتيتي ما رجعتش برغم كل طلبات مصر من أيام الملك فؤاد الأول لحد النهاردة. والرد الألماني هو التمثال هش جدا وما يتحملش النقل. بس الجميل في الموضوع إن في دعوات دولية ومحلية لإعادة راس نفرتيتي من برلين وحجر رشيد من لندن. من الناس اللي ما كانوش بيساعدوك تكتشف الحضارة، دول كانوا عايزينها لنفسهم.